السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. رجعت لكم بقى النهاردة بفيديو جديد، بيوم جديد وفيديو جديد. هنعمل مع بعض النهاردة بقى الجلاش بالفراخ بطريقة سهلة جدا وبسيطة، و هيطلع معاكم بالجمال اللي انتوا شفتوه ده، واخد لون حلو جدا، وكمان الجلاش مقرمش من بره وطري كده من جوه وحاجة كده حلوة. تعالوا بينا نشوف المقادير بتاعتنا ونشوف عملناها ازاي. بسم الله. معايا كده نص كيلو من صدور الفراخ، انا فرمها في الكبة فرم خشن شوية. ومعايا بصلاية كبيرة مقطعاها كده مكعبات صغيرة. ومعايا طماطمية برضو كبيرة مقطعاها مكعبات برضو صغيرة خالص. ومعايا طماطمية كده كبيرة مقطعاها مكعبات صغيرة، ممكن تبشريها تفرميها كده فرم خشن في الكبة، او تفرميها او تبشريها على المبشرة. وقرن كده من الفلفل الرومي، ومعاه كده قرن فلفل حامي. طبعا معايا الجلاش مطلعاه كده من الفريزر عشان يفك. الجلاش ده كان صابح، بس انا جايباه قبلها بيوم يعني وحطيته في الفريزر. فكوا بقى زي الفل زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى بينا نعصج اللحمه بتاعتنا او نعصج الفراخ ونشوف هنعمل ايه بعد كده. في طاسه كده على النار، انت ممكن كمان ما تفرميش الفراخ كده، ممكن تقطعيها مكعبات صغيره او تقطعيها تقطيعه الشاورما كده. في طاسه كده على النار وحطيت فيها معلقتين من الزيت، ما نكترش يعني. هسيب معلقتين الزيت دول لما يسخنوا جدا، وبعدين انزل بيهم انزل عليهم بالفراخ اللي انا فرماها دي، عشان انا مش عاوزه الفراخ بتاعتي تنزل اي ميه فيها خالص، عشان ما تبقاش ناشفه كده وبتعد وقت الاكل. عايزاها تبقى طريه كده وجوسي، محتفظه بالميه بتاعتها جواها، علشان تبقى وقت الاكل كده جوسي وحلو وطريه. خلاص بقى ما قلبتهاش خالص عشان ما تنزلش ميتها زي ما قلنا. سبتها لحد لما الجنب اللي تحت اللي في الطاسه ده بيض كده ولونه غير. بدات بقى ان انا اقلبها علشان كلها تغير وتبقى شكل بعضها زي ما انتوا شفتوا كده. هنزل عليها بقى بالبصل. دي بصليه كبيره مقطعاها مكعبات كده على ايديا. هقلبها بقى كده. في الوقت ده لما بتقلبي الفراخ مع البصل بتشم ريحه حلوه جدا جدا. احنا عايزين بس البصله تدبل كده تاخد تشويحه مع الفراخ زي ما انتوا شفتوا كده اهو. ريحتها طالعه بقى بسم الله ما شاء الله. هقلبها كده مع بعض، اديلهم تشويحه كده حلوه، وبعدين انزل عليهم بالفلفل. برضو اديله تشويحه معاهم كده علشان عاوزاه برضو يدبل هو والبصل مع الفراخ. حطيت بقى التوابل بتاعتي، عباره عن فلفل اسمر وكمون وملح طبعا، بهارات فراخ وبصل بودره وتوم بودره، وورقتين كده من اللورا. لو عندك حبهان ورق لورا مطحونين هيبقوا حلوين قوي. عايزه تضيفي اي توابل تانية بتحبيها ضيفيها. في الوقت ده بعد ما قلبت التوابل مع الفراخ هبدا بقى ان انا اضيف الطماطم اللي انا مقطعاها مكعبات صغيره جدا، او ممكن تبشريها او تديلها فرمه كده في الكب. شايفين بقى الشكل حلو قوي. هسيبهم بقى لما الكلام ده كله يستوي مع بعض. الميه اللي نزلت دي نازله من الخضار مش من الفراخ. الفراخ عشان ده لها صدمه في الزيت سخن، فهي لسه محتفظه بس بالميه جواها بميتها يعني. هسيب بقى الفراخ تستوي والخضار يشرب الميه اللي هو نزلها دي تاني. لما الحاجه اللي انت بتعمليها بتعصجي لحمه او اي حاجه ونزل من الخضار ميه، عشان تعرفي ازاي يستوي تسيبيه لحد لما يشرب ميته تاني، يبقى كده الخضار معاكي واللحمه استوى. جبت بقى الصواني عشان انا هعمل صينيتين، صينيه وسط والصينيه الكبيره. جبت بقى الصينيه بتاعتي اللي هستخدمها، وبدات كده ان انا ادهنها بالسمنه. وهشيل بقى ورقه كده من الجلاش، وهعمل بالطريقه العاديه خالص. احط ورقه جلاش وادهنها بين كل رق ورق دهنه كده من السمنه. ما بكترش خالص، ممكن تحط زيت، سمنه بلدي، خليط، زي ما تحبي. اي ورقه مقطوعه في الجلاش هنخليها هي اللي في النص، يعني الورقه اللي تحت تكون سليمه، واللي في النص بقى نحط فيه اي ورق متقطع عندك ممكن تضيفيه في النص، مش هيبان، ومش هيبان ان هو متقطع خالص. زي ما انتوا شايفين كده انا بحط ورقه وبدهن سمنه. ما بكترش عشان احنا مش عاوزينه يبقى في سمنيه كتير، يعني مش عاوزينه يبقى سمين.
احط ورقه كده وادهن حاجه بسيطه من السمنه. انا معايا 12 ورقه من الجلاش، هحط منهم 6 تحت و6 فوق. اظبط الورق زي ما انتوا شفتوا معايا كده، وقلت لكم اي ورقه مقطوعه نحطها في النص. زي ما انتوا شايفين كده اهو. ممكن زي ما انا قلت لك، ممكن الفراخ تقطعيها مكعبات صغيره، مش لازم ان انتوا تفرميها خالص. والطماطميه لو انت مش عايزه تحطيها ما تحطهاش، بس اي عصاج لما تضيفوله طماطميه مبشوره بيدوله طعم وبيعمل صوص كده حلو قوي، وبتبقى طعمها خطير. ممكن تضيفي معلقتين صلصه بدل الطماطميه او معلقه صلصه كبيره. زي ما انتوا شايفين كده بدهن حاجه، بمسح كده مسحه بسيطه من، اصلا الفرشه مش بتشيل سمنه كتير، فبمسح حاجه بسيطه كده. خلاص كده بقى حطيت 6 ورقات تحت. هضيف بقى المفروم بتاعي او الفراخ. انا حطيت نص العصاج بس عشان انا قلت لكم ان انا هعمل صينيتين. اوزع بقى الحشو على الصينيه كلها. ممكن تضيفي بقى في الخطوه دي لو عندك جبنه موزاريلا عايزه تضيفيها، عندك زيتون، عايزه تضيفي شويه من الفلفل الالوان، عندك اضافات كتير ممكن تحطيها، وممكن تسيبيها كده زي ما انا عملتها. خلاص كده وزعت الحشو مظبوط. هرجع بقى اعيد نفس الطبقات اللي انا عملتها تاني. احط بس الورقه ديت اللي هي فوق الحشو على طول، مش هدهنها اي حاجه لان هي كده كده شربت من الصوص اللي في الفراخ او في الحشوه يعني، فمش هدهنها اي حاجه. احط بقى ورقه تانية وابدا بقى ان انا ادهنها. واظبط كده الجناب والحروف علشان مفيش اي حاجه تتحرق او الحشوه ما تخرجش بره الجلاش. الورق الحروف كده او الجناب ديت علشان بيتنى عليها، عشان الورقه بتبقى كبيره عن الصينيه فبنتنيها، فلازم ايه، فانا عند الجناب ديت بتقل السمنه شويه علشان ما يبقاش تخين كده، يبقى مقرمش وحلو. واي ورقه مقطوعه زي ما قلت لكم كده بحطها في النص. بثبت كده كده الجناب والحروف بتاعتها علشان مفيش حاجه تتحرق وهي في الفرن. في اللحظه دي بقى انا بكون مشغله الفرن على درجه حراره عاليه علشان الجلاش بتاعك يطلع معاكي مورق ومقرمش كده وحلو. بتشغلي الفرن من قبلها وتسيبيه على درجه حراره عاليه لما يسخن، وبعد كده لما تدخلي صينيه الجلاش في الفرن بتروحي مهديه عليها النار وسايباه. سيبيها براحتها خالص، تاخد معاكي تلت ساعة، ولو خدت 25 دقيقة بيكون كويس برضو ليها، علشان يعني لما يكون الفرن هادي عليها وتغيب معاكي في الفرن بتورق وتديكي قرمشة حلوة جدا. والجلاش بيورق كده، ما يبقاش ان هي قطعة كلها ماسكة في بعضها، لا بيبقى مورق كل ورقة لوحدها كده. فانا كنت مشغله الفرن وسايباه لما يسخن، ولما ادخل في قلب الصواني بتاعتي دي ههدي النار بقى وسط، مش ههدها خالص، وهسيبه براحته بقى لحد لما الجناب بتاعته تحمر كده وتاخد لون ذهبي. هروح بقى حاطاه تحت الشوايه برضو على النار تكون وسط، وهسيبه لحد لما ياخد لون من فوق. عايزاه يبقى طري هتغطيه، مش لو انتي اسفه يعني على اللخبطه اللي انا فيها، عاوزاه يبقى طري بعد ما تطلعيه من الفرن هتغطيه بفوطه او هتغطيه بغطا وتسيبيه شويه. عاوزاه يبقى مقرمش هتسيبيه، طبعا مش هتغطيه وهتسيبيه علشان وشه يبقى مقرمش. بسم الله ما شاء الله، هو كان معايا مقرمش من بره ومن جوه طري وحلو، واخد لون من فوق جميل جدا، واخد لون من تحت خفيف شويه ومقرمش وطعمه جميل. وما كانش لا هو تخين ولا هو رفيع. بعد ما خلصت كده بسيب الورقه اللي على الوش دي مش بدهنها سمنه ولا اي حاجه، وبعد كده بقى بقطعها.
الجلاش بيتقطع قبل ما يدخل الفرن. قطعي بقى الاحجام اللي انت عاوزاه او التقطيع اللي انت حباه. قطعت كده مربعات كده زي ما انتوا شايفين. بكون بقى مجهزه معايا كوبايه من اللبن وبيضه. كل صينيه تاخد كوبايه لبن وبيضه، بس كوبايه اللبن ما تكونش ملانه قوي علشان برضو ما يبقاش طري زياده عن اللزوم معاكي او يعجن منك. خلصت بقى الصينيه التانية وجبت بقى بيضتين واحط عليهم كده. معايا صينيتين فحطيت بيضتين ومعايا كده ايه كوبايه ونص من اللبن. احط عليهم رشه من الفلفل الاسود واقلبهم مع بعض كده. اخلطهم مع بعض بالشوكه لحد لما البيض يختلط مع اللبن. وبعد كده اروح اسقي الصواني بتاعتي واسيبها لمده دقيقتين 3 لحد لما تشرب السوائل اللي احنا اللي هو اللبن بالبيض اللي احنا حطيناه ده. وبعد كده ندخله الفرن زي ما اتفقنا. زي ما انتوا شايفين كده. هسقي بقى الصينيه بتاعتي. مش عاوزين نكتر لها قوي علشان زي ما قلنا ما تعجنش او تبقى طريه زياده عن اللزوم يعني قولوا كل صينيه خدت كوبايه الا ربع من السائل اللي احنا عملناه ده. ادخلهم بقى على الصاجة تحت لحد لما ياخدوا لون من تحت وارفعهم على الشوايه. شايفين بقى شكلهم وهو في الفرن؟ شكلهم تحفه، واخدين لون حلو جدا من فوق ومن تحت، مقرمش من بره وطري من جوه، وحاجه كده في منتهى الجمال وريحته قلبة الدنيا كلها. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه وتقولوا رايكم عليها في التعليقات. ولايك بقى وشير لو عجبكم الفيديو. متنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. شايفين بقى الجمال والحلاوه دي؟ هو واخد لون خفيف قوي من تحت بس مقرمش وحلو جدا. اشوفكم بقى على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامه.